السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعلوا علامة الجرس. النهاردة هنعمل معجنات برتغالية. هي خفيفة قوي على المعدة وحلوة وجميلة وبالهنا والشفا. هنقول مع بعض المقادير. هنقول بقى المكونات مع بعض. كوبايتين دقيق، هنحط عليهم معلقة خميرة فورية او الكيس الباكت بتاع الخميرة الفورية، رشة ملح، وهي الوصفة دي ما بيتحطلهاش سكر، انت عاوزة تحطي لها سكر حطي لها، فانا عن نفسي هحط لها سكر، حبة سكر صغيرين. هنقلبهم مع بعض المكونات دي كده اهي. هنحط لها بيضاية، وتقلبي العجينة بالبيضاية الاول كده، وهنحط معلقتين او 3 معالق كبار زيت، وهتكوني مجهزة حوالي تلت كوباية لبن. كل الحاجات دي بحرارة المطبخ، وهتنزليها واحدة واحدة عشان ما تحطيش الكمية كلها وتعجني. يعني هتقلبيها كده وتعجني فيها طول ما تحتاج لبن هتحطي لها. ما تحطيش اللبن مرة واحدة عشان العجينة ما تبص منك. هتعجني واحنا احتاجنا معلقتين زيت تاني اهو كده. جيبيها كده تبدأي تعجني فيها. شايفين العجينة الطرية حلوة جدا، لازم تبقى كده طرية كده. بعدين هتحطيها وتسيبيها تخمر وارجع تاني وكده. سيبناها ترتاح وتخمر حوالي نص ساعة بالظبط، وبعدين هنبدأ نشكلها اهو كده. بعد نص ساعة هتفتحيها اهو. فتحناها، نركن على جنب كده وهنجيب حبة دقيق ونرشها الرخامة. بعدين هنجيب العجينة هتبرميها كده وهتحاولي تقسميها 3 بالتساوي على قد ما تقدري يعني. طبعا عمرنا ما هنعرف نقسمها بالتساوي بس هنحاول. نجيب بقى دي على جنب كده، هرش حبة دقيق برضو نحاول نبرمها كده عشان نطولها.
بالنشابة بقى هتفردي على قد ما تقدري. يعني هتبقى خفيفة جدا وانت بتاكليها، والاولاد هيحبوها قوي قوي. اهي كده. نجيب بقى من الجنب ده. تبدأي تبرميها كده. اهو بالطريقة دي. بعدين هنجيب السكينة كده، اهو كده. هتبدأي بقى دي هتبقى من بره، يعني هتبرمي كده. اه كده، ونركن على جنب. شايفين؟ عشان تقبل العجينة مورقة. اهو بالطريقة دي. حاولي طبعا ايه تلميها كده. كده هنركنها برضو. وهنعمل التانيين بنفس الطريقة. هعملهم وارجع تاني. اهو كده يا بنات خلصناه. هنحط بقى طاسة على الزيت، طاسة على النار فيها زيت، والنار طبعا هتكون متوسطة. هنحطها قبل ما النار تسخن. اهو كده. تسيبي صباعك هتلاقيه بدأ يدفع. تبدأي تحطي فيه المعجنات، أو هي بالبرتغالي مسمينها معجنات. اهو كده. اهي كده. بس خلي بالك وانت بتحطيها تفك منك، عشان دي فكت مني. هتسيبيها بقى لما تدي لون وتقلبيها على الناحية التانية. هنا طبعا حاطة صينية وعليها مناديل مطبخ، وهنا سكر بودر بقرفة. تقلبيها مع بعض عشان ما تطلع نقلبها فيها. هنا هو هنقلبها على الناحية التانية وما اطلعها اوريها لكم. اهو كده. هنا بعد ما طلعناها جبت واحدة. طبعا هنا انا لقيتها في فك وفي لأ. اللي لقيته بدأ يفك طلعته وحطيت فيه خلة، غرست فيها خلة كده. دي اهي مفكتش، مش محطوط فيها حاجة. نجيبيها كده.
اهي كده يا بنات، وطعمها جميل جدا. بصي مستوية من جوه، طعمها جميل جدا. وبالهنا والشفا، استنوني فيديو جديد بوصفة جديدة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعلوا علامة الجرس.